لا، ده في كمان أزرع قوية للتطبيق على أرض الواقع. سنة 2020 شركة هندية اسمها بيلتروكس انفوتك اتفضحت في تحقيق دولي. الشركة نشاطها المعلن مش معروف بالظبط، لكن الفضيحة تضمنت إنها مرتزقة سيبرانية. يعني فلان ده عايزين نعلي نجمه وماله، فلان ده عايزين يتجسس ونهاك عليه، ماشي. الدولة دي عايزين نحطم الروح المعنوية في شعبها عن طريق السوشيال ميديا. شغال من عينيا كل اللي يجي واللي ما يجيش في بالي. عارف سوق الجمعة؟ هو ده سوق الجمعة السيبراني. لو إن الشركة دي تمتلك مئات بل ملايين من الحسابات المزيفة على كافة وسائل التواصل. لقوا كمان إنها مطورة برنامج ذكاء اصطناعي خاص بيها زي شات جي بي تي لكتابة رسائل مصممة نفسيا لأي هدف يجي في بالك. ومش بس في الهند، في سنغافورة، بولندا وماليزيا في مكاتب تبع الكيان بتمول بودكاسترز مؤثرين جدد. حسابات تحفيز وهمية، الحسابات اللي انتشرت مؤخرا دي، لكن الهدف منها مش التحفيز. الهدف زرع نموذج زائف للنجاح، والمحصلة ان تصدق ان القمة ممكن توصل لها من غير مجهود او علم او هيمة.